هل عمرك سألت نفسك قبل كده ليه الإنجليزي في زمن مضارع بسيط ومضارع مستمر ومضارع تام ومضارع تام مستمر، في حين إن العربي في زمن مضارع واحد بس؟ في الفيديو ده هتقدر تفهم أزمنة اللغة الإنجليزية بشكل أفضل بكتير علشان تقدر تحدد إيه الزمن المناسب اللي تستخدمه على حسب كلامك لتوضيح معنى معين. أنا فؤاد الخولي ويلا بينا نبدأ. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you. شوف يا بطل، في العربي انت عندك زمن مضارع واحد وماضي واحد ومستقبل واحد. ممكن تفتكر ان دي كده حاجة بسيطة، ولكن صدقني ده هو التعقيد بعينه. انت متخيل ان انت لو قلت جملة زي احمد يلعب كرة القدم، جملة بسيطة زي دي ممكن تحتمل اكتر من معنى؟ تعال اقولك ازاي. انت ممكن تكون تقصد ان احمد من عاداته انه يلعب كرة القدم، ممكن تقصد ان احمد بيلعب كرة القدم في الوقت الحالي. فلو جيت تترجمها للغة الإنجليزية لازم تبقى عارف المعلومة دي، لأنك ممكن تترجمها بطريقتين. الطريقة الأولى هي أحمد plays football باستخدام زمن المضارع البسيط، وده معناها إن أحمد من عاداته إنه بيلعب كرة القدم. الطريقة الثانية هي أحمد is playing football، وده زمن المضارع المستمر، ومعناها إن أحمد بيلعب كرة القدم في الوقت الحالي. أهو شوف، بمجرد بس استخدام زمن معين في اللغة الإنجليزية قدرت أفهم معلومة كانت مخفية، ما كانتش موجودة في الكلمات. نقدر نقول معلومة ما بين السطور. المشكلة الأولى اللي بتواجه أي حد بيتعلم اللغة الإنجليزية في موضوع الأزمنة هو إنه ما بيقدرش يربط ما بينهم ربط سليم، وإن هم بيدخلوا في بعض زي ما تقول كده بيسيحوا على بعض، والفروقات ما بينهم بتسيح، ما بيبقاش عارف إيه الفرق ما بينهم. ببقى مطالب إن أنا أعرف الزمن، أعرف اسمه واستخداماته وتكوينه في المضارع وفي الماضي وفي كل حاجة. فتعال نجرب نربطهم ربط سلس مع بعض بحيث ان احنا نعرف نربطهم بشكل سليم. طبعا انت عارف ان انت عندك ماضي مضارع مستقبل بالتسلسل الزمني ده الشكل اللي احنا متعودين عليه بالعربي. لكن تعال نضيف 4 أقسام على كل واحد من الثلاثة دول. الأقسام هي الأزمنة البسيطة، المستمرة، الأزمنة التامة. دول 3 أقسام رئيسية: بسيط، مستمر، تام. القسم الرابع هو دمج ما بين القسمين دول اللي هو المستمر والتام، بينتجوا لنا قسم رابع بنسميه تام مستمر. لو ضفنا ال4 أقسام دول على كل واحد من المضارع والماضي والمستقبل هنلاحظ ان احنا كده عندنا 3 في 4 ب12 زمن. قبل ما نبدأ الأزمنة عاوز أعرفكم على نوع من الأفعال بنسميها الأفعال المساعدة، نوع مستقل من الأفعال ملوش علاقة بباقي أفعال اللغة، وفي العادة ما بيكونش ليهم معنى لما بنستخدمهم في الجملة، لأن هم اسمهم فعل مساعد. وظيفته الوحيدة هو إنه يحدد لك الزمن بتاع الجملة. هو واضح من اسمه فعل مساعد. بيفكرني كده لما باجي اشرحها، بيفكرني بلعبة كيلو بامية لما كنا بنلعبها واحنا صغيرين. كيلو بامية اللي هي النسخة المصرية من حجر ورقة من قص. اللعبة دي في 3 بيلعبوها، ولما بيحبوا 2 بس يلعبوها لازم يجيبوا واحد تالت يساعدهم. التالت ده ما بيكونش طرف في اللعبة، وظيفته الوحيدة هو انه يساعدهم ويحدد بس مين الفايز. اهي دي بالظبط نفس وظيفة الفعل المساعد. ده طبعا بغض النظر ان لعبة كيلو بامية اصلها فرنسي وكان اسمها كيي لي بروميير، يعني من الاول. وهنا احنا عندنا 3 افعال مساعدة. تخافش، الموضوع مش كبير، ده هم 3 افعال بس الفكرة او المشكلة هي ان كل فعل من دول له تصريفات كتيرة. الفعل الاول اللي هو بي لو جه كفعل اساسي هيكون معناه يكون، ولكن لو جه كفعل مساعد طبعا اتفقنا انه مش بيترجم. الفعل بي له تصريفات كتيرة جدا. وكذلك تاني فعل عندي هو دو لو جه كفعل اساسي بيكون معناه يفعل، كفعل مساعد برضه ما بيترجمش. والفعل الثالث هو have بمعنى يمتلك، ولو جه كفعل مساعد برضه ما بيترجمش. طيب دول ايه علاقتهم بالزمن بتاعنا؟ شوف، هما مش بس ليهم علاقة، ده هما اللي بيحددوا الزمن بحد عينه. الأزمنة البسيطة أنا دايما بستخدم معاها الفعل do كفعل مساعد، والأزمنة المستمرة دايما بستخدم معاها الفعل be كفعل مساعد. الأزمنة التامة دايما بستخدم معاها الفعل have كفعل مساعد، والأزمنة التامة المستمرة بدمج ما بين الاثنين. المستمر كان بيبقى be والتام كان بيبقى have، بدمج ما بين have وبي، بحطهم مع بعض كفعلين مساعدين جايين ورا بعض. تعال نفسر الموضوع اكتر. تخيل ان انت عندك بي كفعل مساعد وعندك قصادها 3 خانات لازم تملاهم.
هتلاقي ان بي اللي هو المصدر بتاعنا ده بينقسم معانا لاشكال في المضارع واشكال في الماضي. شكل بي في المضارع بينقسم معايا لام واز وار، وشكله في الماضي بينقسم لواز وwere. ولازم تبقى عارف ان بي كفعل مساعد لما بيجي بعديه فعل اساسي بنحط له ing. ايه الكلام ده؟ تعالى افهمك الجمله شكلها عامل ازاي الاول. الجمله في الانجليزي بتتكون طبعا من فاعل، فعل، مفعول، ولكن الفعل المساعد حاجه بتحشر مناخيرها في النص ما بين الفاعل والفعل. يعني تلاقي الفاعل مثلا احمد، وتلاقي الفعل play يعني يلعب، تلاقي في فعل مساعد ناطط في النص وهو is، فتلاقي احمد is playing بمعنى احمد يلعب. ما ترجمناش طبعا is اللي في النص دي، ومكان الفعل المساعد اللي هو هنا ده في الجمله الخبريه بس. لو حبيت انفيها بحط عليه not، فتلاحظ ان احمد is playing يعني احمد يلعب. لو عاوز انفيها هتلاقيها احمد is not playing، احمد لا يلعب. لاحظ انا ترجمت احمد تمام، is ما ترجمتهاش، not ترجمتها بلا، playing بمعنى يلعب. ده هو مكان الفعل المساعد. ولو حبيت احول الجمله لسؤال هجيب الفعل المساعد ده احطه في الاول، فتبقى is احمد playing، هل احمد يلعب. الفعل المساعد هنا اترجم بمعنى هل، لكن هو معناه الحرفي مش هل، هو بس مجرد انه جه في اول الجمله اداني معنى بالعربي بكلمه هل، لان مفيش معنى لكلمه هل بالمعنى الحرفي. نرجع لموضوعنا، وموضوع اول فعل عندنا اللي هو verb to be اللي احنا اتفقنا اللي بتنقسم لام واز وار في المضارع، was were في الماضي. قال لك فعل بي ده لما بيجي بعد الفاعل وبيجي بعديه الفعل اللي بعديه ده بنزود له المقطع ing. وبي يا صديقي ويا عزيزي بيستخدم في الازمنه المستمره. ازاي؟ لو استخدمت بي في المضارع ام واز وار هيبقى ده اسمه مضارع مستمر. لو استخدمت بي في الماضي was were ده هيبقى اسمه ماضي مستمر. وحتى لو استخدمته في المستقبل اللي لسه هجيله كمان شوية هيبقى اسمه مستقبل مستمر. ايه الفروقات ما بينهم؟ قال لك ان المضارع المستمر بيتكلم عن حاجة بتحصل في الوقت الحالي، الماضي المستمر بيتكلم عن حاجة كانت بتحصل لفترة زمنية معينة في الماضي، المستقبل المستمر حاجة هتكون بتحصل لفترة معينة في المستقبل اسمه مستمر. في المستمر استخدم دايما معاه بي، وبي تتصرف معايا زي ما اتفقنا I يعني أنا بتاخد am في المضارع وبتاخد was في الماضي. he يعني هو، وشي يعني هي، وإت هو وهي لغير العاقل بتاخد في المضارع اللي هو اسمه المضارع المستمر، في المضارع بتاخد is، وفي الماضي بتاخد was. you we they يعني احنا وانت وهما بياخدوا في المضارع are، وفي الماضي بياخدوا were. ده هو زمن المضارع المستمر باختصار. تيجي بقى نشوف المضارع البسيط. في المضارع البسيط لو حبيت تستخدم فعل مساعد معاه بيكون do. هتلاحظ ان الجملة I do play، أنا ألعب. do في النص هنا بس في ملحوظة صغننة إن محدش بيستخدمها، بيشيلوها من النص. لو حبيت تستخدمها هيبقى معناها للتأكيد، يعني لو قلت I do play football أيوة أنا بلعب كرة القدم وبأكد على كلامي، بس بيشيلوها للاختصار. بس طبعا بترجع لما اجي انفي الجمله او احولها لسؤال. يعني لو حبيت اني انفي الجمله بحط نوت على الفعل المساعد. طب انا لو ما عنديش فعل مساعد في الازمنه البسيطه زي احمد plays football بجيب فعل مساعد do واحطه في النص علشان طبعا احط عليه نوت. بس في ملحوظه صغننه قد كده، في زمن المضارع البسيط قال لي لو استخدمت فاعل مفرد غائب زي هي شي ات احمد منى اي اسم مفرد بضيف اس على الفعل. انهي فعل؟ اول فعل عندي. تعال افهمك ازاي. انا لو الجمله عاديه بالنسبه لي احمد play football، ادي احمد المفروض اضيف اس للفعل اللي بعديه. مين الفعل اللي بعديه؟ play، تبقى احمد plays football. لكن لو جيت انفي
واحط not على الفعل المساعد وجبت do حطيتها هنا، قبل ما احط not وقبل اي حاجة هلاحظ الجملة بقى شكلها احمد do plays. هنا في غلطة، plays اخرها s. طب ليه؟ احنا كنا ضايفينها علشان خاطر احمد، بس القاعدة بتقول لي اني بضيف الاس على اول فعل عندي. لما ضفت do في النص play ما بقتش اول فعل، دي بقت تاني فعل، هناخد منها الاس نحطها على do هتبقى does. طبعا ضفنا هنا es لان do بتنتهي بحرف الاو، والكلمات اللي بتنتهي بحرف الاو بنضيف لها es مش اس، حوار كده. بقت احمد does play football. تعال نحط النفي، هتبقى احمد does not او doesn't play football. حبيت اخليها سؤال، does هتيجي في الاول، يبقى does احمد play football. طبعا كل ده في المضارع. لو حبيت خلي الكلام ده ماضي هستخدم التصريف التاني وتبقى did، ويبقى اللي احنا شرحناه ده اسمه مضارع بسيط، واللي جاي ده ماضي بسيط. فهي دي الأزمنة البسيطة، أزمنة بنستخدم فيها الفعل المساعد do. بنتكلم عن، لو في المضارع بنتكلم عن عادات وحقائق علمية، لو في الماضي هنتكلم عن حاجة حصلت وانتهت ما كانتش استهلكت وقت، أو أنا مش موضح إن هي استهلكت وقت معين في الماضي. طب وإيه هو الشق الثالث بقى؟ الأزمنة التامة. طبعا احنا استخدمنا be في الأزمنة المستمرة وطلعنا منه مضارع مستمر، ماضي مستمر، مستقبل مستمر، لسه ما جيناش ناحيته شويه. اقول لكم على حاجه، خلوا الازمنه المستقبل دي على جنب خالص، لان ازمنه المستقبل بستخدم فيها will بمعنى سوف. will بيجي بعديها يا اما يبقى مستقبل بسيط مفيش فعل مساعد قدامها، يا اما مستقبل مستمر will be، يا اما مستقبل تام اللي هي will have، يا اما مستقبل تام مستمر اللي احنا لسه هنجيله. تعال بس نشوف الأزمنة التامة. زي البسيط استخدمنا do، والمستمر استخدمنا be. في الأزمنة التامة بنستخدم have في المضارع، وhas لو كان طبعا الفاعل عندي مفرد غائب، وhad في الماضي، وبيجي بعديهم التصريف الثالث. be كان بيجي بعديها الفعل المضاف له ing، do كان بيجي بعديها الفعل في المصدر، بس ساعات بنضيف s لو كان الفاعل مفرد. لكن have والأزمنة التامة بيجي بعديها التصريف الثالث للفعل. لو انت لسه صغير في المرحلة الابتدائية ما اظنش انك تعرف حاجة عن التصريف الثالث شوية. في الاعدادي بتبدأ تتعرف على التصريف الثالث، وفي الثانوي بتكون متقن للتصريف الثالث. وكحال باقي الأزمنة ممكن اقول لك I have played football. ده كده زمن مضارع تام، يا إما أخليه ماضي تام ويبقى I had played football. وكذلك في النفي والسؤال بحط not على have، هتبقى I have not played football. أو في الماضي I had not أو hadn't played football. has مع الفاعل المفرد، he has، she has، it has. ده بالنسبة للأزمنة التامة. طيب النوع الرابع والأخير التام المستمر. تام يعني have، مستمر يعني be. لو جيت أحط have يعني أدي الفاعل I مثلا، جيت أحط have كزمن تام بيجي بعديه دايما التصريف الثالث. حط لي be بعديه، هتلاحظ إن be اللي جاية بعديه تصريف ثالث وتبقى been. هتلاقي إن الزمن تركيبه I have been. have جت علشان I، ما جتش has، صح؟ جت have علشان I اتأثرت باللي قبلها. طيب have بتأثر في اللي بعديها، كل حاجة بتأثر باللي قبلها وبتأثر في اللي بعديها. بتأثر في مين؟ في be اللي جاية بعديها، هتتحول لتصريف ثالث وهتبقى been، فتبقى الجملة I have been. been اتأثرت باللي قبليها، هتأثر بقى في اللي بعديها. be كان بيجي بعديها الفعل مضاف له ايه؟ تذكروا كده في المضارع المستمر بالظبط، كان بيجي بعديها الفعل مضاف له ing، فتبقى playing football. I have been playing football. ده زمن مضارع تام مستمر. وكذلك في الماضي have بس هتخليها had، تبقى I had been playing football. أنا عارف إن دماغك ساحت
جدا دلوقتي وكل حاجه دخلت في بعضها، بس مجرد ما تسمع الفيديو اكتر من مره هتلاحظ الموضوع بقى بسيط جدا. كل المطلوب منك يا بطل هو انك تعرف بس ان انت عندك 4 اقسام للازمنه: ازمنه بسيطه، مستمره، تامه، تامه مستمره. الازمنه البسيطه بستخدم معاها الفعل المساعد do، الازمنه المستمره بستخدم معاها الفعل المساعد be، الازمنه التامه بستخدم معاها الفعل المساعد have، والازمنه التامه المستمره بستخدم معاها have been. الازمنه البسيطه اللي بستخدم معاها do بيجي بعديها المصدر، الازمنه المستمره اللي بستخدم معاها be بيجي بعديها ing، الازمنه التامه اللي هي have بيجي بعديها التصريف الثالث. اما عن استخدام كل زمن بعينه وتفاصيل اكتر تقدر تشوف الفيديوهات اللي فاتت. انا عملت ليك يا بطل فيديو على كل زمن من ازمنة اللغة الانجليزية بالتفصيل الممل بكل استخداماته اللي انت ممكن تحتاجها في حياتك كلها لحد تالتة ثانوي وفي بعد الكلية كمان. ده اطول فيديو انا عملته في القناة، وصدقني اخد كتابة كتير جدا، وبعد كل اللي انا كتبته ما قلتش حاجة من السكريبت، قلت كله من دماغي، ولكن السكريبت هتلاقيه مكتوب تحت في وصف الفيديو، تقدر انك تراجعه، هتلاقي فيه تفاصيل صدقني كويسة جدا. ولو وصلت لنهاية الفيديو هنا ده معناه انك مهتم، وبما انك مهتم يا بطل متنساش بقى لايك، شير، وطبعا سبسكرايب وكومنت حلو تحت. سلام. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.